قلت لك بعد كده اسمع الكلام، سامع ولا لا؟ سامع يا عم انت يا عم في ايه يا عم؟ انت بتمد ايدك على البيت الصغيره، يعني ده عيب يعني ولا مش عيب؟ والنعمه هتخسرك كمان. مش يا عم، انا همشي يا عم. عيب يا عم كده اوعى يا يا عم، عم. انا همشي يا عم. اوعى بس كده، اوعى انا مالكش همشي دعوة يا عم. بيه. يا عم انا ماشي. مالكش دعوه بيها. يا حبيبتي نوع حبيبتي وانا هعمل لك السكه كده يعني. شكرا يا عم. اي حاجه تعالي، انا زي اخوك الكبير، هو لو كلمك تعالي اشتكي لي، ما تخافيش من اي حاجه. يلا تعالى يلا. ايه يا عم، في ايه يا عم؟ ايه يا عم بس استنى، بس في ايه؟ استنى بس، صالحك بحاجه، صالحك بحاجه. انا بس تعالى كده، صارحني تعالى بره بس كده، هقول لك تعالى بره. تعالى يا ريتاش، خلاص يا ريتاش. ريتاش اصلا معانا في فريق العمل، كل دي كانت تجربه انسانيه. بجد يا ريتاج الكلام ده؟ بص تعالى يا نور الكاميرا. كل دي كانت تجربه انسانيه والله يا عم، وانت طلعت شخص محترم والنعم. والله انت خطفتني خطفه وحشه كده، واختك الصغيره ما ينفعش. والله يا عم انت طلعت شخص محترم، واللي زيك قليل في البلد الايام دي الصراحه. ان انا اشوفك برده الفعل الجميله دي، بجد انت قدوه لكل واحد بيتفرج علينا دلوقتي. احنا ملناش الا بعض، وربنا قال يعني اللي فعل الله بتغاش. ونعم بالله. تبقى انت اسمك يا صاحبي؟ اسمي احمد. طب انا عايز اعرف عنوانك فين يا احمد، وتقوله للناس عشان كل اللي يتفرجوا علينا يجوا لك برضه. يا صاحبي احنا عنواننا في شارع النخله المعتز بالله بجوار عصاره رشا. يا جدعان. اول شارع يمين بجوار عصاره رشا. اه. مغسله سيارات ومغسله مكن وسجاد. قلت لي اسمك ايه؟ احمد. يا جدعان احمد قال لكم العنوان بتاعه، هات العنوان كده يا نور. كل اللي بيتفرجوا علينا يا ريت يجوا يعملوا مع احمد الصح. حبيب قلبي ابو احمد، انت شخص محترم. حبيب قلبي، مش محتاج اي حاجه. يلا يا ست هات السجاده بقى.